شورشا روجاوا هر جنا لبر خدایه، هر جنا سری هلدایه، هر جنا تکوشین کریه جبو ام دبیجن چاوا دبندرشمیا جنجیانا آزادی ده ام همه جنا بکردی خواه، بعربی خواه، بخرستیان خواه لسر آستا جیهانی افدرشمه دماغ ام دبیجن حشتی آداری و دبندرشمیا جنجیانا آزادی براستی افسر آستا جیهانی نتنه جبو کرد لی بلکی موا کرد بهتر مواته یاوینا جبو خودی جبر ام وقال کرد هر ام بندستن ام بندست مابون جبينج حزر صار وحتى رجع إله وهر خواستن دريا جنيد ملتي كرد تار ومار بكن وهم كولتيه لسر وانا بردوام بكن ليه تفجر آزادكي دام زراندنا تفجر آزادكي جناجي خقرت وحتى رجع إله وهر بيشنجي جن منا هفال ساكنة شهيد ساكنة جانسز وهفال شيلان وهفال زكية أركان وهفال بيريفان وهفال روناهي وهر وها هفال فيان هر دمكي ودمكي هر جنكي جالكي فدائي بيك آنينه وجاركي ده أفشورش وجين كرند بتايبت بپیشنگيا جن امبراستي بيجن شخوا دما شورش روج آفاده شخوا امتف دزانن ريش لسر روج آفاد شاوهات كرن دريا كومي چتد دريا جبهة النصرة وداعش ده وخواستن روج آفاد هاران بكن ويران بكن وبتايبت جي دريا جنيد لي هر وها بيگو من دما دشاري باقر روجلات سوري ده بلكي ايگ تاكوشين كرن وسريرا كرن وكومي چتد تيك برن دريا قوتي يبهجي دبو دريا قيزي ماني جعفرش دبو براستي بلكي قال لك ثمانية وانا فربتشوك بو لي برخدانا وهاري مازم بو دما دشر كوباني د برخدانو تكوشينا آرين ميركان وآبستا خابور وبارين كوباني وري هوالي وانا قوتي قهاتبو ريشا قهاتبو سر كوباني براستي ببرخدانو تكوشينا قيزي ماني لهنگ تيكچو و كوباني هات رزقار كرن وهر وها بيگومان حتى روجا ايروجي امد بيجن نتني روجا حشتي آداري مي بكن روجا برخدان و تكوشيني اللي بيرانبري دستلات داري و زورداري امد بيجن ام وق جن وق حركت تاجن وق كونغراستار بتايبت امد بيجن هر 24 ساعت ما وهر هر روجي دصالي ده ام روجي تكوشينو برخدانين. طبعا اليوم نحن رح نتحدث عن قضية أساسية اللي هي 8 آذار، هي قضية المرأة. طبعا 8 آذار يعني لكل امرأة هي ثورة حقيقية كانت بنضال نساء من أجل حرية المرأة بشكل عام، حتى يطالب أنه المرأة يكون لها الحق لتمارس بأعمالها مثل الرجل، حتى لا يكون لا العنف، لا يكون مناهض انه للمراه انه يكون لها عملها مقتصر فقط بامور بديهيه فقط انه بالمنزل المطبخ، انما المراه لها طاقات كثير كبيره، لها امكانات تشتغل في اطار العمل السياسي، الاقتصادي، الثقافي والى اخره. من المعروف المراه السريانيه الاشوريه الكردانيه كان لها دور كثير كبير من بدايات التاريخ. كان عندنا من عشتار اللي هي كانت رمز للآلهة، رمز العطاء والمحبة والنقاء، ونحن كنساء سريانيات لنا تمثيل كثير كبير بالآلهة عشتار. أيضا ملكات كالملكة زنوبيا، شامرة وإلى آخره. هذا هو نحن تاريخنا، ويلزم نحن يكون لنا فخر كثير كبير بكل امرأة يكون لها إرادة إيمان لتوصل لحقوق حقيقية، للوصول إلى الحرية، أي المعنى الجوهري لهاي الكلمة. عن جد حرية المرأة لازم تكون إلى بمفهومها الفكري، أي إنه حرية المرأة هي حرية الفكر، حرية التعبير، حرية يكون لها إمكانية للعمل في جميع مجالات الحياة، حتى بالمشاركة العمل الدبلوماسي. ونحن أيضا ثورة 8 آذار هي يوم العالمي للمرأة. هذا الشيء وصلنا له بإيمان بإرادة النساء، ونحن رح نكون مع بعض بإيد وحدة إلى جانب كل امرأة في العالم، وهي هي القوة الحقيقية لأي امرأة. أيضا في النهاية حابة أعايد لكل
النساء في العالم وللنساء أيضا الشعبي السرياني لأشور الكلداني بهذا اليوم المبارك. يلزم نحن نعرف كنساء كل يوم هو 8 آذار بالنسبة لنا، كل يوم قضيتنا لازم تكون قضية كبيرة أساسية ومهمة. أهنئ جميع نساء العالم في مناسبة 8 آذار. نحن كنساء عربيات قبل الثورة كنا مسلوبين الإرادة والحق، وكانت هناك أسباب كثيرة، أولها الجهل والعادات والتقاليد والسلطة الذكورية. عندما جاءت الثورة وتقربنا من فكر القائد عبد الله أوجلان تحررنا ليس بشكل نهائي، إنما استطعنا بشكل ما التحرر من السلطوية الذكورية والعادات والتقاليد، ونهجنا نهج أختنا الكردية التي استطاعت تحرير نفسها، وشاركنا في جميع الفعاليات وأيضا عملنا مع الأخوات في جميع المؤسسات الإدارة الذاتية، واستطعنا أن نثبت أنفسنا، وذلك كله بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي قال لن تتحرر المجتمعات إلا بتحرر المرأة. وقد أخذنا هذه الفلسفة كقاعدة لنا، ونحن الآن نناضل من أجل حريتنا وحرية القائد. لا حرية لنا بدون حرية القائد.